في ناس لغاية دلوقتي ما تعرفش ازاي اغتسل من الجنابة، ازاي لو انسان جنب يغتسل من الجنابة. طيب ما تيجي نفتح كتاب صحيح البخاري ونشوف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يغتسل من الجنابة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة زوج النبي رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه. يبدأ أول حاجة يغسل إيديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ أكنه بيتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، يعني يحط إيديه في المية، ثم يخلل بها أصول شعره، يغسل بها شعره. تجيب يعني تدخل صوابعك في فرو دماغك، تخلل تقعد أكنك بتهرش في راسك كده، ثم يخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وبعد كده تجيب جنبك اليمين من عند كتفك لغاية رجليك، وجنبك الشمال قبل ما يفيض الماء على رأسه، قبل ما يفيض الماء على رأسه 3 غرف. أول حاجة بقى بيقوم غاسل الجنب اليمين ده كله مع بعضه، وبعد كده الجنب الشمال ده كله مع بعضه، ثم يصب الماء على رأسه 3 غرف فيفيض الماء على جلده كله. يجي واحد تلحود من التلاحيد يقول لك هم كانوا عايشين مع النبي في أوضة النوم، ازاي يعرفوا التفاصيل الدقيقة دي كلها؟ ما هي يا تلحود يا تلحود يا تلميذ التلاحيد، هم الناس عايزه تتعلم. زي مثلا انا دلوقتي عاوز افهم او اعرف النبي كان بيغتسل من الجنابه ازاي، جبت كتاب صحيح البخاري وقراته وعرفت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغتسل من الجنابه، فتعلمت ان اغتسل من الجنابه. اتوضا اكني بتوضا للصلاه، طبعا الكلام ده في دوره المياه اعزكم الله، واتمضمض واستنشق تمام، واقوم جاي مخلل شعر راسي بايديا كده، واقوم جايب شويه ميه على جنب اليمين من كتف اليمين لصابع رجلي، واقوم جايب شويه ميه كمان مره على كتف الشمال من عند كتف الشمال لصابع رجلي، وبعد كده اغسل جسمي كله من راسي. اجيب ميه، يعني طبعا الكلام ده تحت الدش، احط دماغي تحت الدش، اخش تحت الدش، والميه كلها تنزل من على راسي تنزل على جسمي كله. يبقى انا كده ايه، تحللت من الجنابه، وتغسل بقية اعضاء جسمك كلها. الناس بتسأل يا تلحود، بيسألوا ازاي النبي كان بيصلي، ازاي النبي كان بيصوم، ازاي النبي كان بيغتسل من الجنابة. مش مسألة ان هم كانوا عايشين معاه في بيته، لا، الناس بتسأل عايزة تتعلم.